أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، حسب. بدأ المصنف رسالته بالبسملة، وتقدم تعليقنا في القواعد الأربع حول البداءة بالبسملة، وذكرنا أن هذا الصنيع هو اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. وقد قال ابن حجر رحمه الله: واستقر عمل المصنفين في البداءة بالبسملة في مصنفاتهم. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. قوله العلم، المراد بالعلم هنا إذا أطلق في الكتاب والسنة مدحا المراد به العلم الشرعي، فالعلم المذكور في الكتاب وفي نصوص السنة المراد به العلم الشرعي. بين هذا الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. فإذا وجدت كلمة العلم في نصوص الوحيين فالأصل أنها للعلم الشرعي، كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي والذين أوتوا العلم الشرعي. وكما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمراد بذلك علم الوحي الذي قال الله فيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واعلموا يا إخوان أن من فتح الله عليه في هذا العلم، والله لو كان أفقر الناس فإنه من أحسن الناس حالا، لأن قلبه قد امتلأ بتقوى الله وبدينه. أما الدنيا فهي سريعة الأيام، ويكفيك أن تعلم بأن ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء إلا من العلم، كما بين ذلك جماعة من أهل العلم. وهنا مسألة يرددها كثير من العامة، وهو قولهم بأنك لا تتعمق بالعلم فإنه يوصلك إلى الإلحاد كفلان وعلان من الناس. وهذه العبارة لا شك أن إطلاقها بهذا الإطلاق لا تخرج إلا من جاهل. فالعلم نوعان: علم نافع وعلم ضار. العلم نوعان: علم نافع وعلم ضار. أما الازدياد من علم نافع وهو علم الوحيين، علم الكتاب والسنة، فهذا الازدياد منه يزيدك رسوخا وثباتا ويقينا واطمئنانا، بخلاف العلم الضار فلا شك أن الازدياد منه ضرر، ومن أخذ منه وضل عن علوم الوحيين لا شك أنه سيضر نفسه. أما مقالة العامة بأن لا تتعمق بالعلم وحسبك من العلم ما تصحح به عبادتك، فهذا نقول في العلم الضار نعم لا شك أنه يضر صاحبه ويوصله إلى مراحل الهلاك. أما العلم النافع وهو علم الوحيين فالازدياد منه
يزيدك رسوخا وثباتا وانشراحا للصدر. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالازدياد من شيء إلا بالازدياد من العلم، فقال وقل رب زدني علما. فكيف يأمره بالازدياد من أمر الزيادة فيه ضارة؟ فهذا لا شك أنه فهم ساقط. فينبغي الاعتناء بالعلم الشرعي. فتجد في هذا الزمان الرجل بارع في تخصص الطب أو الهندسة، وقد يكون من حذاق هذه الفن، وهو يجهل أساس دينه وصفة الصلاة، وهذا لا شك أمر خطير وضرره جسيم. ثم يقول أحد هؤلاء الذين بعيدون عن العلم وأهله، يقولون أن الحق ليس بواضح في هذا الزمان، واختلطت علينا الأمور وأصبحنا لا نعرف الحق من الباطل. فنقول لهم هذا من عمل أيديكم، أنت الذي تركت سبيل العلم، ثم تحمل اللوم على الشرع بأنه غير واضح. بل وربي إنه أوضح من الشمس في رائعة النهار، ولكن بما كسبت يداك، وكما قيل يداك أوكتا وفوك نفخ. أنت الذي تخليت عن سبيل العلم، فقطعا ستصبح الأمور عليك متشابهة وتسير في ظلمات وما أنت بخارج منها حتى يتداركك الله برحمة منه. نسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا. ثم قال رحمه الله: المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فهذه الأمور الثلاثة مما يجب تعلمه وجوبا عينيا، فإن العلم الشرعي منه ما هو واجب عيني، كما قال المصنف هنا في المسألة الأولى: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. ولكن الواجب عليه في معرفة دين الإسلام هو ما يكون مطلوبا منه، كمعرفة صفة الصلاة وصفة الوضوء، فهذا مطلوب منه لأنه واجب عليه في اليوم 5 مرات. وكذلك يتعلم صفة الحج لمن وجب عليه الحج، وكذلك يتعلم أحكام صوم رمضان لأنه مطالب به. وأما الغير مطالب به كالعلم ببقية شرائع الدين مما هي ليست واجبة عليه أن يتعلمها، فهذا مستحب في حقه، ولكن تعلمها من باب الوجوب الكفائي، فإن قام به بعض أهل العلم مما يحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين. ثم قال رحمه الله عند المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة. وأريد أن تنتبه معي يا طالب العلم، قوله هنا رحمه الله بالأدلة لا يريد وجوب معرفة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة وجوبا عينيا، أي على كل مسلم أن يتعلم عقيدته وشريعته بالأدلة. ولا شك أن تعلم الدين اعتقادا وفروعا بالأدلة هذا أمر طيب وكمال، بحيث يكون على نور وبرهان، ولكن لا نوجب هذا على كل مسلم. لا نوجب عليه أن يعرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، فإن هذا مما يشق عليهم. فلو سألت عاميا هل الله في السماء، أو هل العبادة خاصة بالله، أو هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه بكل ما جاء به، وبأنه بشر لا يجوز أن يعبد ورسول لا يكذب، أو هل الصلوات الخمس واجبة في اليوم، لقال لك كل عامي نعم. فتقول له هل تجزم بذلك؟ لقال لك أيضا نعم. فلو قلت
أعطني دليلا على كل سؤال مما سألتك عنه، لصعب عليه ذلك. فالذي عليه أهل السنة كما قال ابن عثيمين في شرح السفارينية، قال رحمه الله: يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم. فهنا الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك ابن عثيمين، أنا أنقل كلامه من السفارينية، يقول: والدليل على ذلك، أي والدليل على أن يصح التقليد في أمور الاعتقاد، قال: والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح إننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. ثم إننا لو ألزمنا العامي بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا قول المصنف رحمه الله وهو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، فالواجب العيني هو معرفة هذه الثلاثة ولو عن طريق التقليد. المهم أنها تكون معلومة عندك علما جازما به من غير تردد. تعرف الله أن الله ربك، وتعرف أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله، تعلم ذلك علما جازما، ولا يشترط أن تعرف دليل كل مسألة من هذه المسائل الاعتقادية، فيصح إيمانك ولو كنت تقلد. ولكن المطلوب عليك والواجب عليك وجوبا عينيا أن تكون هذه المسائل معلومة عندك ولو كانت عن طريق التقليد. أما العلم بها عن طريق الأدلة والنظر في الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، فهذا واجب وجوبا كفائي لا وجوبا عيني. فهذا واجب وجوب كفائي لا وجوبا عيني. فلا بد من الأمة من يحفظ عليها دينها ليدفع تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. واضح أيها الإخوة هذه المسألة؟ نعم، جزاك الله خير. في بيان هذه مسألة ستأتينا بإذن الله في المتون المتقدمة، وهي مسألة التقليد في العقائد، وخالف فيه أهل السنة المتكلمين. فالذي عليه أهل السنة أن الإيمان بالعقائد كالإيمان بغيره من أمور الدين، فدين الله واحد، عقيدة كان أو فرعا، علميا كان أو عمليا. فجبريل عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأمور اعتقادية وأمور عملية، الإسلام والإيمان والإحسان، ثم لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى الكل دينا. فلذلك من فرقه وقال الإيمان بالأمور الاعتقادية يجب أن تكون عن طريق الاجتهاد لا التقليد، ولا يصح إيمان المقلد، فهذا عليه أن يأتي بالدليل. فنحن نقول كما قال أهل السنة بأن الذي يجب عليك أن تكون جازما ومتيقنا من هذه الأمور الاعتقادية.
أما معرفة دليل كل مسألة فهذا أمر لا شك أنه مطلوب، ولكنه لا نوجبه على كل أحد، فإن هذا مما يشق. فالعربي كبير السن لو أتيته وقلت له لابد أن تعرف كل مسألة اعتقادية، أن تعرف أدلة العلو في القرآن وأدلة العلو في السنة، وأن تعرف أدلة صفة العين وصفة اليد، لكان هذا شاق. فهذا لا يعني يكون مستطاعا إلا عند من يريد أن يسلك طريق العلم. أما أن نوجب هذا على كل أحد فهذا ما لا دليل عليه. وتقدم الدليل الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين. ثم قال العمل، المسألة الثانية العمل. وذكر الشيخ هنا العمل لأن الغرض من العلم هو العمل، وعلامة العلم النافع يا إخوان أنه يكسبك العمل، وإلا فما فائدة كثرة العلم من غير عمل. وكما قال ابن مسعود وجماعة من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء 3 أقسام. القسم الأول عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك من جمع بين العلم الظاهر وهو علم الحلال والحرام والأحكام، والعلم الباطن وهو العلم بالله وخشيته. والقسم الثاني من العلماء عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، هو عالم بالله ولكنه ليس عالم بأمر الله، أي ليس عالم بالحلال والحرام والأحكام، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر، وإنما معهم من العلم ما يصححون به عبادتهم. لا يعني أنهم يعبدون الله على جهل، فهذا الصنف ضال، ولكن هؤلاء أهل فضل، إلا أنهم دون المرتبة الأولى، وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالمفاضلة هنا يا إخوان بين المرتبتين السابقتين، لا أنه يريد فضل العالم على العابد الجاهل، وإنما يريد فضل العالم العامل بعلمه على العابد الذي يعبد الله على بصيرة، إلا أنه ليس عنده اتساع علم، كما نبه على هذا ابن رجب رحمه الله. فبعضهم عندما يقرأ حديث فضل العالم على العابد يظن أن العابد المراد بالحديث هو العابد الجاهل، فنقول لا، العابد الجاهل هذا ليس داخل في المفاضلة، بل هذا أخس أنواع الناس وهم الضالون، كما قال تعالى عنهم: الذين يعبدون الله بغير علم. ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، أي العابد الذي عنده علم يصحح به عبادته، ولكنه ليس يعني مبرزا في العلم وعالم في التفسير وعالم في الحديث، لا، إنما هو يعلم، عنده أصول العلم ولكنه متفرغ للعبادة، كحال أئمة الزهد في زمن السلف كمعروف الكرخي وكالجنيد وغيرهم. فهؤلاء ليسوا جهال، إنما عندهم علم، ولكنهم ليس كعلم سفيان الثوري وعلم الإمام أحمد وعلم الشافعي، فهؤلاء أئمة في العلم ومبرزون. أما أولئك فهم أهل فضل وأهل عبادة وأهل زهد، وإن كان عندهم أصول العلم التي بها يصح عبادتهم بها. القسم الثالث من أقسام العلماء عالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول: هذا هو العالم الفاجر. وهؤلاء الذين قال فيهم ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به. ونسأل الله أن يعيذنا من هذا الصنف. فهذا الصنف مما
ابتلي به أكثر طلبة العلم في هذا الزمان. فهم عندهم علم ظاهر، وعندهم علم بالحلال والحرام، وعلم بالفقه والتفسير والحديث، ولكنهم ليس عندهم علم بالله، وهو العلم الذي سماه ابن رجب رحمه الله العلم الباطن، وهو الذين يخشون الله ويخافون وعندهم عبادات. فنسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، فإن علامة العلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل، وإلا علم بلا عمل كجسد بلا روح. ثم قال المصنف بعد ذلك المسألة الثالثة الدعوة إليه. فالدعوة يا إخوان تختلف، قد تكون واجبة في مثل من رأى منكرا وجب عليه أن ينكره، أو علم منكرا لا يستطيع أن ينكره إلا هو ولم يقم به غيره، وكان لديه آلة واستطاع الإنكار، فيجب عليه أن ينكره. ومن الدعوة ما هو مستحب، وهو ما ليس كذلك. وللعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله كلام عظيم، وهو أنه عند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. هذا كلام ابن باز رحمه الله. ثم اعلم أن الدعوة إلى الله تكون بلسان المقال وبلسان الحال. الدعوة تكون بلسان المقال، وهو أنك تذهب وتدعو بكلامك وتقول افعلوا وأقيموا الصلاة، وتبين لهم شروط الصوم ومفسدات الصوم، وتبين لهم شروط الطهارة وشروط الصلاة وهكذا. فهذه دعوة إلى الله بلسان المقال. وهناك دعوة بلسان الحال، وهو أنك تدعو الناس بسمتك وهديك من غير أن تتكلم. فالناس ينظرون إليك في المسجد في الصف الأول، وينظرون إلى أدبك وإلى كرمك وإلى خشيتك من الله سبحانه وتعالى، فهنا يتأثرون بك وإن لم تتكلم. فهذه دعوة بلسان الحال. وأكمل الأشخاص من دعا بالمقال وبالحال، فيكون حاله كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أدعوكم إلى أمر ثم أفعل خلافه. فهذا لا يتأثر به. وهذا يا أخوان والله نجده، تجد طالب علم له دروس ويعلم الناس، ولكنه هو لا يطبق هذا الأمر، فوالله هذا لا يتأثر به، وليس من الدعاة المؤثرين في الساحة. لأن كيف يتأثر الناس بك وأنت لا تطبق ما تدعو إليه؟ أما انظر إلى حال الذين يعملون بما يعلمون، فتجد الناس يتأثرون بهم أكثر من غيرهم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد للداعي إلى الله أن يصبر أولا على طلب العلم. فطالب العلم يا إخوان لا بد له من أذى يتعرض له، سواء أذى حسي كالذهاب والرحلة في طلب العلم وشراء الكتب، فتجده يتعب في الذهاب للعلماء ومجالس العلم، وقد تكون أحيانا بعيدة عنه، وكذلك يخصص جزءا من ماله للعلم، فهذا أذى حسي لا بد له من الصبر. وكذلك يتعرض للأذى المعنوي، وهو ما يعانيه عندما يترك الشهوات، شهوات النفس ومجالس النزهة والاستمتاع، كل هذا لأجل العلم. فقطعا سيجد في بداية أمره نوع الشدة والصعوبة، ولكن عليه أن يصبر ويجد ويجتهد، ويعلم أن ما يقوم به مقام النبيين، ويتذكر فضائل العلم والصبر على تحصيله. فإن استمر على هذا وغلب داعي العقل والدين داعي الهوى، ستنقلب جميع الشدائد التي عاناها في بداية الطريق
إلى لذائذ لا يعلم بها إلا من وجدها. فانظر يا طالب العلم سلفنا الكرام كيف صبروا في بداية أمرهم على العلم حتى وصلوا إلى مرحلة وجدوا أنهم يتقلبون في جنان الدنيا، حتى قال بعضهم من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا طلب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم أو مجالس الذكر. وحتى قال بعضهم سائلا فهل في الجنة طلب علم؟ يعني مما وجدوه من النعيم اضطروا إلى أن يسألوا أحد أهل العلم هل في الجنة طلب علم، لأنهم وجدوا نعيم طلب العلم في الدنيا، فسألوا هل في الجنة هذا النعيم، لما أنهم تلذذوا به غاية التلذذ. وبعضهم رؤي في المنام وهو محاط بكتب ويدرس، فسئل فقال سألت الله أن لا يحرمني لذة العلم حتى في قبري. وحتى قال شيخ الإسلام جنتي في صدري حينما سجنوه. فاصبر يا طالب العلم واصطبر وصابر، فإن الدنيا والله قصيرة وستمضي، فازدد عليك بالزيادة بزاد التقى، وازدد من العلم، وجاهد الكافرين والمبتدعين في دين الله، جاهدهم بهذا العلم، والله يوفقنا وإياكم. ثم بعد أن تتعلم لا بد أن تعمل، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر. والصبر في العلم له 3 مواضع: صبر قبل العمل، والصبر في العمل له 3 مواضع: صبر قبل العمل وهو أن تستعين بالله وتنفض غبار الكسل عنك لتعمل بالعلم الذي تعلمته، وصبر حين أداء العمل بأن تعمل لله خالصا وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحج كما حج، وتصوم كما صام، وتدعو كما دعا. فهذا بلا شك يحتاج إلى صبر. وصبر بعد العمل وهو أن تجتهد على أن لا تفسد عملك بالمن على الله وبالرياء وبالعجب. فهذه 3 مواضع من الصبر: صبر قبل العمل، وصبر حين أداء العمل، وصبر بعد العمل. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله. وبعد ما عملت فلا تبخل، بل انشر العلم، ولا تكن كما قال الله عنهم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فديننا يا إخوان ليس دين أنانية، وليس دينا نفعيا فقط ينظر إلى نفسه، بل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك، وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع مقالتي وأداها كما سمعها. فهذه الدعوة تحتاج إلى صبر، فإنك ستقطع وقتا للدعوة وتنقطع عن أهلك قليلا، وهذا لا شك يحتاج إلى صبر منا. ثم إذا دعوت الله لا تظن أن الحياة أمامك ستكون وردية وأنها ممتلئة بالزهور والورود وأن كل الناس سيقبلون منك ما تقول. لا، يا ليت لو أن الأمر هكذا، ولكن ستجد المعاند وستجد الجاحد وستجد المزعج. فعليك أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وتقرأ في سير الرسل والعلماء الربانيين وتنظر كيف عانوا وجاهدوا وصبروا، فلعل هذا يخفف عنك، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، أي أنه لا بد من العلم، وإن الدعوة بلا علم ضلال ولو اهتدى من اهتدى. فإن أهل السنة يا إخوان لا يقيسون صلاح الناس وفسادهم بنتائجهم، ويذكرون يعني كلمة، وهي أن حصول النتيجة لا تعني صحة الطريقة.
فأهل السنة لا يقيسون صلاح الناس وفسادهم بنتائجهم، وإنما يقيسون ذلك بالنظر إلى أصولهم وطريقتهم، فالكيف مقدم على الكم. نعم، اقرأ المسائل التي تليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المسائل الثلاث. اعلم رحمك الله أن الله أوجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا لعبادته ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جزاك الله خير. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل الثلاث وأنها واجبة على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وذكر المسألة الأولى وتكلم فيها رحمه الله على توحيد الربوبية، وأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسوله، فهذه من مظاهر ربوبية الله الظاهرة والباطنة. فكما أنه خلقنا وأحسن خلقنا في أحسن صورة ورزقنا بنعم تعد ولا تحصى، فتجد الإنسان خلق على أحسن صورة متقنة محكمة، كل عضو له حكمة في وجوده وله حكمة في موقعه في هذا الموقع وله حكمة في كيفيته على هذه الكيفية. مثال ذلك تجد الشعور التي موجودة في الإنسان لها فوائد عظيمة ومنافع صورية وصحية، ففيها الدفء وفيها الحفظ للبشرة من التعرض المباشر للمحيط الخارجي. وكذلك تجد أماكن الشعور وضعت على أحكم صورة، فلو كان الشعر في الكفين لكان شاقا على الإنسان، لا يستطيع أن يلتقط بكفيه الأشياء مخافة التقذر والتألم. وقل هذا في كل عضو من أعضاء الإنسان تجد له منفعة وله حكمة في موقعه الذي هو فيه، وكذلك تجده موضوعا على هيئة مناسبة. ثم لم يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك بأن خلقك في هذه الصورة، لا، تجده بعد ذلك ذلل لك الأرض لتمشي في مناكبها، ونصب الجبال ليثبت الأرض التي عليها الإنسان معاشه وعليها حياته، وسلك له طرقا وسبلا ليسهل عليه التنقل. تجد جبال متراصة وبينهما سبيل، كما قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وجعل أيضا سبحانه وتعالى نسبة المياه عذبها ومالحها في الأرض نسبة متقنة بها يصلح العيش، وكذلك أنبت الأشجار ولها نفع عظيم في تنقية الهواء. لذلك تجد مساحات شاسعة على الجبال وعلى الأراضي أشجار لا يحصي عددها إلا الله. فمن أنبت هذه الأشجار بأنواعها المختلفة في أماكن لا يستطاع الوصول لها؟ الجواب هو الله، كما قال تعالى:
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. فبعد هذا الخلق العظيم المحكم المتقن البديع، هل من الحكمة أن يترك الإنسان سدى هملا هكذا دون أن يوجهه الله سبحانه وتعالى ويبين له ما ينفعه ويضره؟ الجواب لا قطعا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى كما في سورة القيامة؟ قطعا لا. لذلك اعتنى الله بإكمال باطنك ورزقه كما اعتنى بظاهرك. فكما أن الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك، واضح، وسخر لك الأرض وسخر لك المياه العذبة، ما تركك هكذا، بل اعتنى بإكمال باطنك كما اعتنى بظاهرك. وحياة الروح لا تصح إلا بوحي، به يعرف الإنسان سر وجوده، وبه يعرف معبوده الذي لا تصلح الحياة بدون معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حلاله وحرامه. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يهدينا به ويعلمنا ما ينفعنا ويحذرنا عما يضرنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسالة روح العالم ونوره وحياته. قال رحمه الله: والرسالة، أنقل كلامه الآن: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وفي المسألة الثانية قال رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه المسألة في بيان وجوب التوحيد، في بيان وجوب التوحيد في العبادة. فلما ذكر المسألة الأولى في بيان ربوبية الله سبحانه وتعالى، ألزمهم بوجوب العبادة في المسألة الثانية، فقال أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهنا يريد أن يبين أن كل عبادة كانت لغير الله فهي شرك أكبر، ولا فرق سواء كان هذا المعبود الذي عبدته أو صرفت له العبادة، سواء كان هذا حجرا أو ملكا أو رسولا، كما بينا ذلك في القواعد الأربع في القاعدة الثالثة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المشركين، فخرج على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الرسل والملائكة. وذكرنا ذلك بأن العبادة حق خاص بالله سبحانه وتعالى، فإذا صرفته لغيره كنت مشركا والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله المسألة الثالثة، قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما إلى آخر الآية. هذه المسألة يا أخوان في بيان وجوب الولاء والبراء، فلا بد، لا يكفي منك أن تكون وحدت الله سبحانه وتعالى وأطعت الرسول، بل لا بد أن توالي في هذا وتعادي عليه، فإن الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان. فلا يكفي الإنسان أن يقول أنا على التوحيد وعلى السنة وتجده لا يبغض الكافرين ولا يبغض المبتدعين، فهذا لا شك أن خلل عظيم، بل يجب على الإنسان أن يوالي ويعادي في الله سبحانه وتعالى.
فمن حاد الله ورسوله يعاديه بقدر محادته لله، فمن حاد الله ورسوله يعاديه بقدر محادته. واعلم أن المحادة قسمان: محادة كلية وهي للكفار، ومحادة جزئية وهي لأهل البدع ومن دونهم من أهل المعاصي. فالكفار والمبتدعة يجب أن تقام معهم عقيدة الولاء والبراء، وإن الكفار وأهل البدع يهجرون ويعادون ويبغضون لأنهم كفار ومبتدعة، ولا يترك هذا الأصل إلا لمصلحة راجحة. وذكر رحمه الله الدليل على هذا كما في الآية التي في سورة الممتحنة: لا تجد قوما يؤمنون بالله، في آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية. قبل أن ننتقل لقراءة المتن، هنا مسألة أحب أن أبينها، وهو بعد أن بين المصنف وجوب محادات من حاد الله ورسوله، فكيف نجمع بين هذا التقرير وبين قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت؟ والمراد بهذه الآية عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. وكذلك كيف نجمع بين هذا التقرير وبين قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح الكتابيات، ولا بد أن تحصل محبة ومودة بين الرجل المسلم والكافر الكتابية. فكيف نجمع بأننا يجب علينا محادات من حاد الله ورسوله من الكفار، وبين أن أباح الله لنا سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات؟ ولا شك أنه سيحصل مودة ومحبة بين الزوج المسلم مع زوجته الكتابية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الله له محبة عمه أبي طالب، فقال: إنك لا تهدي من أحببته، أي عمك أبا طالب. فنقول طريقة الجمع أن هناك فرقا بين الحب الديني والحب الطبعي. فيبغض الأب الكافر لأنه كافر، لكنه يحب محبة طبيعية لأنه أب. ومثل ذلك يقال في الزوجة الكافرة. فالجمع بين وجوب البراء ووجوب معاداة ومحاداة وبغض الكافرين مع إباحة الله سبحانه وتعالى لنا نكاح الكتابيات، وقطعا سيحصل المودة والمحبة بين الزوج وزوجته كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالجمع بين هذين أن نقول فرق بين الحب الديني والحب الطبعي. فمحبة الابن لأبيه الكافر محبة طبيعية لأنه أبوه، ومحبة الزوج لزوجته محبة طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى. فهذا لا ينافي ما قررناه، فيجب أنك تبغضه لدينه، ولا بأس في المحبة الدنيوية، محبة الطبيعية التي هي يعني مغروسة في فطرة الإنسان أنه يحب أباه، وكذلك الزوج يحب زوجته. والله أعلم. نعم، انتقل لك الكلام مصنف. اعلم أرشدك الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت، بارك الله فيك. هنا بدأ المصنف في المقدمة الثالثة فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، إلى آخر كلامه. تقدم في القواعد الأربع أن معنى الحنيف لغة مأخوذ من الإقبال، ولازم ذلك الميل، كما بين ذلك شيخ الإسلام.
وأما معنى الحنيفية شرعا فهو الإقبال على التوحيد قصدا مع الميل عن الشرك. فهو الإقبال على التوحيد قصدا مع الميل عن الشرك. ثم قال رحمه الله: ومعنى يعبدون أي يوحدون. هذا التعريف من الإمام المصنف رحمه الله من باب ذكر الشيء ببعض أفراده، وهذا مشهور عند السلف كما بين هذا ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. وسبب تعريف المصنف العبادة بالتوحيد، مع أن العبادات كثيرة، لكن سبب تعريف العبادة بالتوحيد لأنه الفرد الأهم. فالعبادات كثيرة ولكن التوحيد أهمها، لأنه أساس الدين، ولا تصح العبادات إلا به، كما قال تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. ثم قال رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. هذا أيضا تعريف للشرك بذكر فرد من أفراده، وإلا فتعريف الشرك أشمل من ذلك، كما تقدم معنا بأن تعريف الشرك هو جعل شيء من حق الله لغيره، كما تقدم في القواعد الأربع. ومن جملة حقوق الله عبادته سبحانه وتعالى. فلذلك هنا عرف الشرك بشرك العبادة، وهو قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أي الشرك عنده دعوة غيره معه، أي عبادة غيره معه سبحانه وتعالى. فهذا هو نوع من أنواع الشرك، وهو شرك الألوهية. وإلا هناك أنواع كثيرة من الشرك. شرك الربوبية، فإن اعتقدت إلها مع الله يخلق ويرزق فهذا أنت تكون بذلك مشركا. ولكنه عرف الشرك بهذا المعنى، هذا تعريف الشيء بذكر فرد من أفراده، كما تقدم في تعريف العبادة قال: يعبدون يوحدون. عرف العبادة بفرد من أفراده وهي التوحيد، وهنا عرف الشرك بفرد من أفراده وهو الشرك في العبادة. ثم استدل على ما قرر بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ووجه الدلالة أنه ابتدأ بهذا الأمر، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى الأوامر ابتدأ بهذا الأمر، قال: واعبدوا الله، ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، ابتدأ بهذا النهي ثم ذكر ما بعده. فوجه الدلالة بأن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، استدل بهذه الآية، لأن هذه الآية كانت أول المأمورات وأول المنهيات، ثم سرد بعد ذلك جملة من المأمورات وجملة من المنهيات، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكان أول أمر بعبادته وحده وهو التوحيد، وأول نهي بالنهي عن الشرك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، حسبك. هنا طبعا يا إخوان بدأت رسالة ثلاث أصول فعليا، فما ذكره المصنف في بداية الرسالة فهذه مقدمات ثلاثة، التي هي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى كانت في المسائل الأربع التي هي اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية في بيان المسائل الثلاث. يا أخوان من يرسل لي أرجو أن لا يرسل لي لأنه يشتت يعني علي. فالمقدمة الثانية كانت في بيان المسائل الثلاثة، وهو أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وكذلك المسألة الثالثة وهي أن من وحد الله وأطاع الرسول فلا ينبغي أن يواد من حاد الله ورسوله. ثم ذكر المقدمة الثالثة وهي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله إلى آخره. فهذه مقدمات ثلاثة قبل ثلاث الأصول. واختلف أهل العلم في المقدمات الثلاث،
هل ألحقها تلامذة المصنف أم هي من إضافة المصنف نفسه؟ قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على 3 الأصول، قال: وذكر المصنف هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهي المقصود بهذه النبذة. وما تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها. انتهى كلامه. فالمقدمات الثلاثة التي مرت معنا ذكر ابن القاسم أن هذه المقدمات لعل أن بعض تلامذة الشيخ ألحقها في هذه الرسالة، ولا يهمنا سواء ألحقت أم أن المصنف ابتدأ بها وقدم بها 3 أصول، لا يهمنا ذلك. ثم شرع في هذه الأصول الثلاثة، وذكرنا لكم أن هذه الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر الثلاثة، فينبغي على العاقل يا إخوان أن لا يستصغر ويقلل من شأن هذه الرسالة. فهذه الرسالة إن ضبطتها وكررت النظر وشرح الله صدرك بها فهي سبب نجاتك بإذن الله من عذاب القبر. وفتنة القبر التي هي أسئلة القبر الثلاثة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. ودليل القرآن على هذه الأسئلة الثلاث قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما دليل الأسئلة الثلاث في السنة فهي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، بين أن الأحاديث الواردة في أسئلة القبر وفتنة القبر أنها كثيرة متواترة، وأشهرها حديث البراء بن عازب أن يأتيانه ملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك. وأما الإجماع فقد توارد أهل العلم على الإجماع على ثبوت فتنة القبر التي هي أسئلة القبر الثلاثة. ومن تلكم الإجماعات ما نقله الإمام أحمد في أصول السنة. وسيأتي بإذن الله مزيد بسط في مسائل القبر في الواسطية بإذن الله تعالى، لا نريد أن نطيل عليكم. نعم، اقرأ يا شيخ محمد. أحسن الله عليك شيخنا. قال رحمه الله: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أحسنت، جزاك الله خير. هنا بدأ المصنف بالأصول الثلاثة، فقال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ذكر هنا رحمه الله معنى اسم الرب، فقال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، لذلك استحق العبادة، فقال: وهو معبودي. فلما ذكر بأن الله سبحانه وتعالى بأن الرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، أعقبها بقول: وهو معبودي، أي لذلك استحق أن يكون معبودي، لأنه هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهذا التقرير هو مفاد القاعدة المشهورة، وهي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فإذا الله سبحانه وتعالى رباك واعتنى بك ورزقك وآواك وقدر لك، فيجب عليك أن توحده في العبادة. لذلك قال رحمه الله: وهو معبودي لا معبود لي، ليس لي معبود سواه. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله: الحمد لله رب العالمين. هنا مسألة: لماذا الحمد ورد في القرآن مضافا لاسم الله ولم يأتي مضافا إلى غير هذا الاسم كالرحمن وغيره؟ يعني لماذا لم يرد في القرآن الحمد للرحمن الرحيم أو الحمد لفاطر السماء؟ تجد في القرآن لم يرد الحمد إلا مضافا لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهكذا. فلماذا ورد في القرآن مضافا لاسم الله ولم يأتي مضافا لغيره من أسماء الله؟ لبيان أن موجب استحقاق الله الحمد هو كونه الله، أي معبودا معظما، فلم يحمد لأجل كونه رحمانا فقط أو لأجل كونه رحيما فقط، إنما استحق الحمد سبحانه وتعالى لكونه معبودا معظما. ثم قال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. وتفسير المصنف يا إخوان هنا للفظة العالم ليس من دلالة اللغة، بل هو أجنبي نشأ من الفلاسفة، فقالوا الله قديم والعالم حادث، إذن النتيجة كل ما سوى الله عالم. بين هذا جماعة من أهل العلم منهم طاهر بن عاشور. فالقرآن يا إخوان لا يفسر بالمصطلح الحادث، وإنما رحمه الله فسر هنا العالم بهذا التفسير الأجنبي، تفسير المتكلمين، جريا على ما فسر به كثير ممن تأثر بعلم الكلام، فسر لفظة العالم بهذا التفسير، فقال رحمه الله: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. والصحيح أن العالم لغة اسم للأفراد المتجانسة، أن العالم لغة اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم البحار وهلم جرة، ومجموعها يسمى العالمين. وأما ما لا جنس له لا يندرج في هذا، كالعرش والكرسي والجنة والنار، فهذه ليست لها أفراد متجانسة، فلذلك لا نقول عالم العروش وعالم الكراسي، إنما العرش والكرسي الإلهيين ليس لهم أفراد متجانسة، العرش والكرسي الإلهيين ليس لهما أفراد متجانسة، فلذلك هما من المخلوقات
من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يصح لغة أن نقول عنها عالم. فلذلك كلام الشيخ غير صحيح لما قال وكل ما سوى الله عالم. فنحن لا نقول الكرسي عالم والعرش عرش الرحمن عالم، وإنما نقول العالم للأفراد المتجانسة، أي التي لها أفراد من جنسها، كعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. ثم قال رحمه الله: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. فهنا رحمه الله بين أن معرفة الله تكون بآياته ومخلوقاته. فآيات الله نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. والآيات الكونية يا إخوان هي مخلوقاته، الآيات الكونية هي مخلوقاته، والشرعية هي الكتب المنزلة على رسله، وهي غير مخلوقة لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فقوله بآياته ومخلوقاته هذا من باب عطف الخاص على العام، فالمخلوقات خاص والآيات عام، تشمل الآيات الشرعية الغير مخلوقة والآيات الكونية المخلوقة. فالسبيل الموصل لمعرفة الله هي التفكر في الآيات الكونية والتدبر بالآيات الشرعية. فإن قال قائل: أما التفكر في الآيات الكونية فهو دليل مرشد لمعرفة الله، ولكن كيف تكون الآيات الشرعية دليل على معرفة الله ووجوده والكافر لا يؤمن بالكتب الشرعية أصلا كالقرآن مثلا؟ فكيف نستدل بالقرآن وبالآيات الشرعية على معرفة الله مع أن الكافر لا يؤمن؟ نقول أن الإعجاز الذي في القرآن هو دليل على وجود الله وعلى صدق من جاء به وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإعجاز الذي في كتاب الله يا إخوان حاصل في نظمه وفي بلاغته وفي تشريعاته سبحانه وتعالى، وفي إخباره عن الأمم السابقة وإخباره عن بعض الغيوب في المستقبل. فلذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم ناقش وجادل كفار مكة بالآيات الشرعية كما جادلهم بالآيات الكونية. فجادلهم بالآيات الشرعية التي في القرآن مع أنهم لا يؤمنون بالقرآن ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون. مع ذلك كان يناقشهم. لماذا؟ لما في هذا القرآن من الإعجاز، إعجاز في شرعه، فتجد تشريعاته محكمة متقنة، شرع لنا تشريعات دقيقة. تجد في المواريث قسم قسمة عادلة: يوصيكم الله في أولادكم. وتجد شرع لنا في المأكولات والأطعمة وأباح لنا ما ينفعنا وحرم ما يضرنا. وتجده كذلك فيه إعجاز من ناحية إخباره بالأخبار التي عن الأمم السابقة، أخبر عنها إخبار عظيم لم ينقص شيئا كما في قصة يوسف. فلذلك لما قص الله سبحانه وتعالى قصة يوسف ختمها بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وكذلك قال في القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ثم قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وهكذا. وكذلك عندما قص قصة نوح في سورة هود ختمها بقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فلذلك يصح مجادلة الكفار بالقرآن وإن كان هو لا يؤمن بالقرآن وإن كان ملحدا. لما أن القرآن اشتمل على أمور معجزة، سواء كانت هذه الأمور من باب البلاغة، بلاغة القرآن فهي معجزة ما استطاع حذاق العرب وفصحاؤهم وبلغاؤهم أن يأتوا بمثله، والتحدي ما زال قائما.
وكذلك إعجاز في شرعه، تجد شرعه محكم في بيان الحدود وبيان الحلال والحرام وهكذا. وكذلك إعجازه في إخباره بالأمور المستقبلية كقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. فهذا الأمر نبأ الله سبحانه وتعالى المسلمين به قبل أن يحصل، وحصل ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هنا رحمه الله جعل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وجعل السماوات والأراضين من مخلوقاته، مع أن الكل مخلوق لله، فالشمس والقمر والليل والنهار من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الأنبياء: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. إذن الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقات، فلماذا هنا المصنف فرق بينهم وجعل الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، وجعل السماوات والأراضين من مخلوقاته؟ فنقول فرق رحمه الله بينهما لأمرين. الأمر الأول أن هذا أسلوب القرآن في جعله الليل والنهار والشمس والقمر من آياته، كالآية التي أوردها المصنف: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فتجد القرآن صنيعه يعبر عن الشمس والقمر والليل والنهار بالآيات، وأما السماوات والأرض يعبر عنهما بأنهما مخلوقات. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني الذي جعل المصنف رحمه الله يفرق بين الآيات والمخلوقات، وجعل الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات، وجعل السماوات والأراضين من المخلوقات، أن الآيات والمخلوقات من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمعا فيراد بالآيات المتحركات، ويراد بالمخلوقات الثابتات. ولا شك أن دلالة المتحرك أقوى من دلالة الثابت، فالشمس متحركة والقمر كذلك، والليل والنهار تجده يوميا يتحرك. يبدأ الشمس عند الشروق ينفجر حتى ينفجر الفجر، ثم يبدأ يتحرك إلى أن يغرب، ثم يأتي الليل من ها هنا ويغشي النهار، فتجده متحرك يوميا تراه، فدلالته أعظم من دلالة السماوات والأرض لأنها آيات متحركات. فلذلك رحمه الله فرق بين الليل والنهار والشمس والقمر وبين السماوات والأرض، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات مع أنهم كلهم مخلوقات لله، وجعل السماوات والأراضين مخلوقات لما ذكرنا من الأمرين. ثم قال رحمه الله: والرب هو المعبود، أي الرب هو الذي الخالق لهذه الأشياء، هو المستحق للعبادة. وليس يريد المصنف هنا تفسير الرب بالمعبود. وقد سئل في الدرر السنية عن سبب تسمية المعبود بالرب، فقال رحمه الله: الرب والإله في صفة الله متلازمة غير مترادفة. فالرب من الملك والتربية بالنعم، والإله من التأله. وكانت العرب تطلق الرب على الإله، فسموا معبوداتهم أربابا لأجل ذلك، أي لكونهم يسمون الله ربا بمعنى إلها. فلذلك بين المصنف كما في الدرر السني الذي نقلته لكم أن الرب ليس معناه المعبود، وإنما الكفار كانوا يسمون معبوداتهم أربابا، كما قال تعالى عنهم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، مع أنهم ما اتخذوهم أربابا، هم يعتقدون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، كما في قول: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، ولكنهم يسمونهم أرباب لأن الله سبحانه وتعالى يسمى عندهم الرب،
فلذلك لما سموا معبودهم الله الرب سموا معبوداتهم كذلك أربابا. فخلاصة الأمر أن قول المصنف الرب هو المعبود، أي أن الرب هو الذي يستحق أن يكون معبودا، لا أنه يفسر الرب بالمعبود، ففرق بين الرب وبين الإله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.